نص نهار و44 دقيقة ما زلنا مواصلين معكم في الميدي ماج، وكما قلنا في أول الحصة الجزء الثاني من حصتنا باش يكون سبيسيال ثورة الذكرى العاشرة للثورة التونسية 17 ديسمبر 2020. اليوم ضيفي سي بديع مبارك كاتب عام مساعد الاتحاد الجهوي للشغل. مرحبا بك سي بديع. مرحبا وتحية ليك ولكل مستمعيكم. شكرا لك على قبول الدعوة سي بديع. بعد شوية باش نحكيو على تونس بعد 10 سنين من الثورة. الاتحاد اليوم نورمالمون عنده تحرك وباش يتم إلقاء كلمات في تونس، دونك ناخذوا أكثر تفاصيل معاك. لكن قبل هذا نسمعوا برومو اللي هو توانسة الكل وقت الثورة حفظته، ولينا كي نسمعوه ما ديريكتومون يجي لبالك الثورة وأجواء الثورة وقتها نسمعوه ونرجعوا. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب البطل. فرصتكم أيها الشباب التونسي، تستطيعون أن تقدموا إلى تونس ما لم نقدم لها نحن، لأننا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. وخلال بالشعب ثورة الشعب فهمتي ولا هذا ايش نحبوا، ونحبوا ترجع تونس كيما العادة وخير من العادة. أنا ندعو الشعب التونسي باش يتفهم والناس الكل نعسوا على بعضنا والناس الكل في يد واحدة. حسنت الظروف برشا بالكدا ما ثم شيء، ثم ناس بتبابس في الليل تعس على ديارها وديار غيرها، والحمد لله يا ربي. الشعب التونسي ما يموتش، الشعب التونسي العظيم. تحيا تونس الحرة، المجد الشهداء، الحرية للتواسة. بان عليها رب، بان عليها رب، بان عليها رب. الشعب التونسي ما يموتش، تحيا تونس والناس الكل يد واحدة. سي بديع، هل انه بالحق التوانسة كنا يد واحدة بعد الثورة باش نبدلوا وضعنا؟ في الأول تحية لصديقي عبد الناصر العويني اللي هو صاحب الكلمات، وأنا هذيك بن عليه رب والشعب التونسي ما يموتش، وبالفعل الشعب التونسي ما يموتش. وإذا كان بن عليه وطغيانه بعد المدة ذيك الكل بعد 23 عام من أحكام قبضته معناها واستمرار النظام بيده معناها اللي بدأ مع تونس منذ الاستقلال معناها، ونجم الشعب التونسي أنه يخرج عليه وأنه يستعيد منه تونس، فما هوش مش يعجز اليوم على أنه يستعيد معناها بلاده وثورته من الطغمة ومن النخبة معناها اللي عبثت بمصير الشعب التونسي طيلة 10 سنوات هذه. في إجابة على سؤالك، أكل الشهر اللي عديناه بعد 14 جان في معناها كان ملحمي في علاقة بالتضامن متاع التوانسة، في علاقة بمحبتهم بعضهم، لأن التوانسة عملوا منجز جماعي ونخرطوا في حلمة جماعية حس الشعب الكل اللي هو عملها، وحس كل واحد فيهم اللي هو مساهم، كيما اللي خرج في المسيرات كيما اللي ما خرجش، كيما وقتها ولا تونس رجعت نتاع الناس كل توانسة يتفرجوا في التلفز نتاع العالم الكل يحكوا على الشعب التونسي كذا كالحوم وكالحماية نتاع الحوم ونساء طيب كالخضارة اللي ما عندوش ياخذ بلاش. الناس نظمت في الكيران وحدها في الوعد لدارة كاملة تخدم المرافق العمومية معناها عوان الستاج السوناد. أعطينا درس للعالم الكل في وقتها فما درس معناها الشعب التونسي راهو في الجينات نتاعو في الخلايا نتاعو معناها موجودة التضامن وموجودة القوة وموجودة الملحمية هذه اللي موجودة في شعوب الأرض الكل. نعم النزعة الوطنية. لكن للأسف معناها بعد المنجز هذا وقت اللي جاء دور النخب معناها للأسف النخب هي اللي قسمت الشعب هذا، وهي اللي معناها دخلت عنصر الكراهية اليوم ولا بين التوانسة، واللي خلتنا أساسا هي اللي خلتنا نوصلوا للحالة هذه اليوم. لأن راهو كي باش تنجز وباش تمشي بشعب وبلاد من مرحلة لمرحلة أخرى وباش تصنع بها بلد عملاق ومتطور يلزم راهو معناها الشعب يكون منخرط معاك في العملية هذه، لازم تعب عامة باش تصنع حلمه وباش تحقق حلمك. لكن احنا اليوم سي بديع بعد 10 سنين من الثورة نلقاو البلاد بريسك تقسمت، تنسيقيات من كل بلاصة، إضرابات عنا تو أكثر من شهر ونص كان مش شهرين، وإحنا في إضرابات بريسك كل القطاعات بكل إداراتها والأجزاء اللي فيها الكلها في إضراب، الكلها تندد، الكلها تستنكر. معناها الوضع ماهوش كيما حلم الشعب التونسي بعد الثورة. صحيح كلامك صحيح ومتفق معاك. شوف وقت اللي السلطة معناها تضرب عرض الحائط معناها اتفاقاتها مع المؤسسات اللي معناها تفاوض فيها عمرها كاملة، ومع المؤسسات مع معناها المؤسسات نتاع الحوار الرسمية والطبيعية في البلاد تعقد معها اتفاقات وتدخل به، ثم
تتعمل تنسيقيات على اساس جهوي، على اساس راهو مانيش ندين في الناس لما راهو ما تحتاج عباد كان عنده حق، وما تحتاج عباد ما تتحرك كان طفح الكيل، الا ما طفح الكيل، والا ما أنا عندها حقوق مشروعه تدافع عليها بالطبيعه، باستثناء فما بعض النزاعات زاد لان مش حق. راهو الثروات اللي موجوده في معتمديه ولا في ولايه راهي هذيك حق للشعب التونسي الكل، ماهيش حق الاهل المعتمديه والولايه هذيك، نحكي بشكل عام معناها. باستثناء ذلك الناس عندها الحق في التنميه، عندها الحق في الكرامه، عندها الحق، لكن الدوله راهي ما تفوضش الاشخاص المعنيين الطبيعيين معناها. الدوله تحاور الاشخاص المعنويين مش اشخاص ماديين. ما تجيش انا بديع معناها غدوه نسكر كياس تجي الدوله تفوضني. الدوله تطبق علي القانون انا كشخص طبيعي، لكن انا مثلا كاتحاد تفوضني الدوله كي يقول لك راه عندي مطالب، عندي كذا عندي كذا. النزعه نتاع الدوله ذيك اللي مشت اليوم وتستعرف واكثر من هكاك معناها ثمنوا معناها التنسيقيات هذه وقالوا اخويا معناها يا ريت الناس كل تعمل كيما وكيما وكيما، خلت حتى القطاعات المهيكله اليوم يقول لك ما لا حتى انا. واليوم راهو معناها ونقول لك بكل صراحه حتى نحن في الاتحاد راهو معناها اونجير تو الوضعيه بصعوبه كبيره لان القطاعات الكل حطت مطالب مع الطاوله. الغريب في الوضع توا انه كل قطاع كيف تحكي معاه وكي تساله على شنو عمل شنو وصل مع في حواراته مع الدوله ولا مع السلطات المعنيه بالقطاع هذاك، انه الدوله ما هيش فريمون قاعده تتجاوب. يقول لك ما نعرفش قداش من نهار معتصمين وما كلمنا حد، بعثنا ما جاوبناش. يعني اليوم التوانسه في القطاعات الكل ولاو يدافعوا على بديهيات، يطالبوا بحاجات اللي من المفروض ما يطالبش بها. وانتم كاتحاد كيف قدمتوا مبادره لرئاسه الجمهوريه، عندكم مده، ولكن كيف عندكم مده نقراو في التصريحات ولا البيانات انه ما فماش تجاوب فعلي، ما فماش رد واضح من رئيس الجمهوريه بقبول او رفض المبادره هذه. هو الاتحاد معناها وين يشوف تونس ماشيه للمنزلقات خطيره ويحس ان احنا نستشعروا الخطر، لان نحن نعيشوا مع الناس ونأثروا في القواعد في مختلف القطاعات. يعني هواجس مختلف في الفئات الشعبيه صداها الاول يجي في دور الاتحاد. وقت اللي نحسوا البلاد ماشيه المنزلقات كبيره وماشيه الخطر معناها في كل مره الاتحاد انطلاقا من الدور الوطني معناها يتقدم مبادره والا كذا كما صار في 2011 كما صار في 2014 كما زادت او معناها في علاقه بالمبادره. ان النخب تسمع ما تسمعش، اذا اليوم تحس في روحها عندها معناها هامش من انها ما تسمعش وكذا غدوه ستجبر معناها بالشارع وبالوضع اللي مش يوصل له البلاد، مش معناها الاتحاد يجبرها الواقع راهو سيجبرها. واحنا حديثنا اليوم الكل ما هو في سياق شنو؟ في سياق 10 سنين من الثوره. معناها راهو الشعب التونسي اليوم عنده احساس كبير معناها انه اللي عمله معناها في 2011 معناها انقلب عليه، معناها وكأنه قايض الحرية بالخبز، وكأنه كان عنده الخبز معناها قبل 2011 فطمح للحرية نهار اللي خذا الحرية فقد الخبز، معناها وكأنها الثنائية ذي ما تتجمعش مع بعضها عند الشعب التونسي الخبز والحرية. لا واحدة لازم الشعب التونسي يتنازل على حاجة باش ياخذ حال، يخسر حاجة باش يربح حاجة. هو مش صحيح لكن هكا الإحساس هذا الواقع معناها. هذا الإحساس اليوم هذاك اللي مخلي معناها الناس تتمرد. لا وقت اللي يشوف اللي النخب السياسية هذه ويتفرج على امتيازاتها ويخزر التجاوزات واللي صاير في مجلس النواب اليوم والكتل اللي تمارس العنف وغيره والاعتداءات معناها اللفظيه معناها على مؤسسه كما رئاسه الجمهوريه ومختلف المشاكل والمصايب اللي نعيشوا عليها معناها كل يوم الحقيقه في البلاد. معناها انا برحت ليلتين معناها فما واحد مهبط في الفيسبوك معناها اليوم ما فماش مصيبه كبيره فما جوست كار بلحها كياس. يعني ولينا حاجات اللي كانت قبل كارثه وطامه كي تصير اليوم ولينا نشوفوها حاجه عاديه. معناها الوضع هذا خلى الشعب التونسي ما عادش يؤمن بالنخبه اللي موجوده، ما عادش يؤمن بالسلطه اللي موجوده. دونك هذاك اللي مخلي معناها ما عادش حتى مقدر وضعيه ظرف البلاد وظرف شنو الميزانيه. صحيح راهي الميزانيه معناها في حاله معناها يرثى لها، وشفنا رئيس الحكومه والوفد المرافق ليه كيفاش يتسولوا في فرنسا وكيفاش حتى معناها السلطات الفرنسويه بخستهم بشكل كبير معناها في منظر مهم جدا. والصحافه الفرنسيه صبحت تحكي على الإهانة اللي صارت لرئيس الحكومة في فرنسا. معناها بالطبع اليوم معناها اليوم الدبلوماسية التونسية معناها في أتعس. هو في الحقيقة كل شيء في أتعس. هذه تونس ما هيش تونسنا راهي. تونس اللي نعيش فيها اليوم ماهيش هي تونس، نحن ما عادش عارفين. اليوم تونس معناها تونس العظيمة، تونس اللي راهو بالجغرافيا معناها قدرها أن تكون عظيمة، قدرها أن تكون بلاد كبيرة. وذاك علاش هي في الحالة دي، لأنه الناس الكل
فما برشا اطراف وبرشا دول اللي ما يساعدهاش تكون تونس كيما يلزم تكون، لانه باش تشكل خطر كبير، وتونس عندها من الكفاءات والموارد ما يخليها من اعظم الدول في العالم. صحيح وهذا نحن يمكن زاد بعد الثوره انغلقنا على رواحنا شويه ونفسروا كل شيء بالعوامل الداخليه. وقت اللي كلامك صحيح، معناها الهجمه نتاع الاستعمار والامبرياليه معناها في اشدها، والصراعات الدوليه بكلها تلقي بظلالها معناها على المنطقه، والصراعات داخل المنطقه العربيه بشكل عام اللي هي معناها محور الرحال اليوم في العالم. لكن راهو ديما العامل الذاتي هو المحدد، معناها زاد العناصر الداخليه لو كان جت كل النخب التونسيه يدا واحده وبكلها معناها ما تحاولش معناها كيفاش نقولوا معناها تكون ما تحبش نوصل كلمة عميل للأجنبي، لكن راهو الواحد يلقى روحه معناها ساعات مضطر يقول. كي نشوفوا اليوم دويلات معناها سامحني مع عدد سكانها أكثر شوية يمكن من ولاية المهدية، اليوم ولات تتحكم في مسير تونس في الدبلوماسية التونسية. معناها تونس اليوم مش حتى ولا تتنازع عليها القوات الدولية، اليوم الأذيال نتاع القوات الدولية معناها قاعدة تتحكم في تونس لهالدرجة. معناها تونسنا اليوم هانت لهالدرجة معناها ما عادش عندنا نخب قادرة تتصدى، لهالدرجة ما عادش عندنا سلطة. عندنا والله تونس معبية بالنخبة اللي تنجم تتصدى، لكن كيفاش باش تنجم النخبة هذيك تخدم في ظل التصوير اللي فيها؟ نحن رجعنا لكلمة عبد الناصر الشعب التونسي ما يموتش، والشعب التونسي راه مش يرجعها البلاد هذه المسار الحقيقي. والنار اللي شعلها محمد البوعزيزي الله يرحمه في 17 ديسمبر 2010 بزات ما طفاتش راهي. معناها هذا مسار ثوري فيه انتكاسات، فيه سقوط، فيه سقطات، فيه كبوات، اما الفايده في النتيجه في لكن صحيت في الاخر. انا معناها مادام الوطنيين مازالوا موجودين، الميسيون تاعهم مش سهله، الميسيون تاع الوطنيين في البلاد هذه ماهيش سهله بالكل، مازالوا متفرقين، حتى هم مازالوا يلزم يجمعوا انفسهم، يلزم يخرطوا في مشروع وطني جامع، يخرجوا شويه من النكهه الامنيه معناها الضيقه. سي بديع الوقت ما عادش برشا، لو كان نعطيو فكره ملخص على المبادرة، شنو فاش تتمثل مبادرة الاتحاد؟ مبادرة الاتحاد تتعلق أساسا بالمحاور الاقتصادية الاجتماعية. الاتحاد يدعو أن نحكموا معناها مجموعة من الشخصيات الوطنية تقود الحوار بين مختلف الأطراف اليوم في البلاد. والحوار الواش؟ الحوار اولا باش نلقوا مخارج للوضع السياسي اللي نحن موجودين فيه، لان الازمه اللي موجوده واللي نشوفها في التلفزيون هي ازمه سياسيه. الأزمة السياسية عندها مفرداتها باش تتحل، لكن ما نخلوش الأزمة السياسية هذه تلقي بظلالها على ما هو اقتصادي واجتماعي وعلى قوة ومعاش الناس. هذاك علاش اليوم المحور الرئيسي فيه هو المحور الاقتصادي الاجتماعي. هات نخرجوه هذا من الصراع ومن المناكفات بين الاطراف، وهات نتفقوا في مسار اقتصادي واجتماعي اللي خرج الناس من الازمه. اليوم رئيس الجمهوريه ما تفاعلش معاكم التفاعل اللي يخلي الرؤيه واضحه، لا رفض ولا قبول. اذا بقى معناها الغموض هذا من رد رئاسه الجمهوريه، شنو الاتحاد شنو يكون تصرف الاتحاد؟ شنو البديل؟ والله هو الاتحاد بالطبيعه هي المبادره قدمتها هيك الاتحاد معناها هيئه اداريه وطنيه وكذا، والاتحاد راه نتاع مؤسسات. معناها نحن ما نحبوش نتصوروا اللي معناها سياده رئيس الجمهوريه ماهوش مش يتفاعل معنا، ربما هو ينتظر في تفاعلات مختلفة في المشهد السياسي باش يعطوا موقفه الاخراني، ربما ربما لا، انا ما نعرفش. تجمعنا علاقة جيدة بالسيد رئيس الجمهورية في الاتحاد ومتواصل معه الاخ من العام في زيارات متعدة. نتمنى ان الصمت نتاع السيد الرئيس ما يطولش ويعطي موقفه. اذا ما صارش هذا بالطبيعة الاتحاد يرجع للسلطات قرار ويرجع للهيئة الادارية الوطنية ومؤسساته هي اللي تقرر معنا الخطوات. واضح. شكرا لك سي بديع على حضورك معنا اليوم، شكرا لك على التوضيحات اللي قدمتها لنا. تونس ما تموتش اكيد، وتونس باش نرجعوها كموش اليوم راهو غدوه، لانه الشعب التونسي ما يسلمش في تونس، وتونس باش تبقى شامخه وباش تبقى حيه رغم انوف الجميع. نص نهار و57 دقيقه هكا نكون وصلنا لنهايه حصتنا معكم من ميدي ماغ. ما بقى لي كنقول لكم الى اللقاء.